يا اهلا يا اهلا، والله وحشتني. يا اهلا يا اهلا، والكاميرا والقعده دي بقالي ايه سنه ونص ما عملتش اي فيديوهات. وحشتوني، وشكرا لاي حد هيشوف الفيديو ده مبدئيا، عشان معنى كده انه يعني لويال لدرجه انه يستنى سنه ونص كاملين. كان قرار غريب شويه ان انا اوقف بصراحه يوتيوب بعد ما اشتغلت بجد كتير على القناه دي ليكوا كلكوا، ان انا ابني كوميونتي كبير، وان انا اكشلي يعني وقفت على طول بعد ما اخدت الدرع الفاضي. ما حسيتش ان انا قادره اكمل، وقررت كده بقى ايه افتح لكم قلبي واقول لكم ايه اللي حصل، ايه اللي حصل ان انا اوقف، وايه اللي حصل في السنه ونص. لانه حاسه ان يمكن كلامي يحسس ناس كتير منكم انكم مش لوحدكم، وانه في حاجات كتير اهم من الشغل، من اليوتيوب ومن السفر حتى ومن كل الكلام ده. فخليني كده احكي لكم بقى الاسباب. اول حاجه واهم حاجه واكبر حاجه اللي كنت يعني بقولها من اول فيديو لحد اخر فيديو نزل، هو اني رحالة مصرية. هدفي اكون اول ست مصرية تسافر العالم قبل ال30. I did great بصراحة. I'm proud of myself ان انا سافرت كل ده وعملت كل ده وعملت كل المحتوى وعيشت معاكم كل الكلام ده، ولكن at some point حسيت انه ان انا كنت بهرب بصراحة من حاجات كتير في الواقع وفي الحياة ومن نفسي أهم حاجة. والموضوع تحول بالنسبة لي لإدمان أكتر ما هي حاجة صحية أكشلي بستمتع بيها وبتقعد ليا وبتكبرني وبتخليني مستمتعة أكتر بالحياة وكل الكلام ده. وبقى الموضوع إن أنا بوصل بلد اتحمس لها جدا ومبسوطه والله، بشيلها بقى من لستة البلاد وكل الكلام ده، وبعدين يومين 3 يلا اللي بعده ايه اللي بعده. ما بقيتش ادي البلاد حقها، وما بقيتش ادي طبعا نفسي حقها ان انا استمتع وانجوي واقعد كده في اللحظه. والهدف اتغير، انا كبرت، وطبيعي انه الواحد لما يكبر اهدافه بتتغير. ولسه اكيد انا بسافر. انا دلوقتي حالا هخلص الفيديو واقوم احضر شنطتي عشان رايحه المكسيك. ولكن رايحه المكسيك ليه؟ عشان دلوقتي اولوياتي ان انا انفست في صداقاتي وفي علاقاتي مع الناس وفي نفسي وكل الكلام ده. فبقيت بسافر البلد عشان حاجه معينه، مش عشان بس ان انا يبقى اسمي رحت المكسيك او اعمل كام فيديو كام صوره عشان انجوي الهاي بتاع البلد الجديده والفيوز والكونتنت الجديد واي حاجه جديده عامه، chasing the next high. يعني دلوقتي بقى هدفي اسافر العالم وانا مستمتعه ومهتمه بصحتي النفسيه والعقليه اهم حاجه، وبقى enjoy every moment. ومش مهم بقى قبل ال30 ولا بعد ال60 ولا بعد ال90 حتى اذا عشت. يعني السبب بقى التاني واللي هو actually connected للسبب الاولاني، وهو انه بسبب ان انا ما كنتش بهتم بصحتي النفسيه، وان انا كنت بهرب بدل ما اواجه المشاكل اللي عندي واحلها واجرو. تسبب في اني بقى عندي مشاكل كتير قوي كنت بحطها تحت السجاده، فالسجاده ايه ارتفعت كده. وبدات ثيرابي من 2 سنين. اول سيشن انا طلعت منها صاحبي كان بيسالني هي الثيرابي كان عامل ايه، قلت له والله انا حاسه ان انا مش محتاجه ثيرابي، يعني انا زي الفل عادي. بس طبعا يعني 3 سيشنز ليتر واكتشفت انه كميه الحاجات محتاجه عمر على ما الواحد يحلها. بس بدات اشتغل على نفسي بقى بصراحه. يعني اكتشفت ان انا مثلا بسبب حاجات بقى كتير صعبه واجهتها، عشان انا برضو قررت ان انا ابقى independent 100% من 6 سنين، اللي هو كان عندي 18 سنه يعتبر. ومن قبلها كمان بشتغل وانا عندي مثلا 15 سنه. وفجاه كنت لوحدي في العالم وريشه كده طايره في الهواء في بلد مختلفه، في حاجه ثقافه مختلفه مع ناس مختلفه. اتعرضت لحاجات كتير كده كتير كتير ورا بعض حرفيا. يعني كنت بحس ان انا يعني طايره، مفيش اي جراوند عارفه ان انا اقعد كده واقف وبتاع. فبناء على كل الالم اللي تعرضت له، فبقى الديفنس ميكانيزم او الطريقه اللي انا بحمي بيها نفسي كانت ان انا ببلوك كل المشاعر. فانا يعني حرفيا يا جماعه انا من 2 سنين بدات اعرف ايه هي اصلا انواع المشاعر والاحاسيس تاني وافتكرها واحس بيها. يعني كانت الثيرابيست تقول لي انا حاسه بايه، بحس ان هي بتكلمني صيني. بقول لها ايه المشاعر وانا هقول لك ممكن هو ده او ده او كده. انا كنت ساعتها فاكره unconsciously ان انا لما ببلوك المشاعر الوحشه ببلوك بس المشاعر الوحشه، ببلوك الخوف، الكره، الحزن، الفقدان،
كل الحاجات دي. وكنت مثلا ببقى فخوره جدا ان انا بموف اون مثلا في 3 ايام مثلا. الناس الغريبه اللي بتقعد تموف اون من علاقه سنه وسنتين وتعيط وايه الحاجات دي. كنت فاكره انه لما ببلوك بقى كل الحاجات دي بخلي عادي مشاعر السعاده والفرح والاكسايتمنت والامتنان وكل الحاجات الحلوه بقى اللي احنا بنبقى عايزينها، والرضا اهم حاجه والله العظيم الرضا. اكتشفت ان هو اكشلي السورس كل واحد، يعني المشاعر كلها بتخرج من بلعه واحده او من ماسوره واحده. هتقفلوها مش هتحسوا ماشي بمشاعر وحشه، بس برضو مش هتحسوا بمشاعر حلوه. وده اللي انا وصلت له at some point. ده اللي خلاني اغير هدفي واغير اولوياتي مع الوقت، انه حسيت ان انا مش مبسوطه، ان انا مش راضيه عن حياتي، لانه I need to feel حاجات حلوه كنت قافلاها على نفسي. فالمهم يعني دي بقى حاجات كتير تانية طبعا عالجتها بالثيرابي او ستيل ان ذا جيرني، اكيد عمرها ما بتخلص يعني. اللي خلتني ابريوريتايز او احط اولويه ان انا اهتم بصحتي العقليه عن ان انا اعمل فيديو يوتيوب كل اسبوع. السبب الثالث واللي برضو مرتبط بالسببين، ما هو كل احنا بنتكلم في ايه يعني، في صحه عقليه mental health very important. ان انا بناء على بقى ان انا independent وان انا قويه وعندي هدف ومش عارف ايه ومش قويه اصلا بالحاجات اللي انا بواجهها، يعني انه كان صعب عليا جدا جدا ان انا اطلب مساعده من حد، سواء بقى حد صديق، حد حبيب، ثيرابيست، حد كل الكلام ده. وما كنتش اصلا ببقى عارفه امتى الليميتس بتاعتي، امتى ما اقفل بقى العربيه واسيب بقى البنزين واهدى كده شويه عشان العربيه بتولع من قدام. فبرضو الحمد لله الواحد خبره برضو الاكسبيرينس وكل الحاجات دي والوقت بيعلم يعني. بدات ان انا طلبت مساعده من الثيرابيست بتاعتي، ربنا يخليها لي يا رب. بدات اطلب مساعده من ان انا عن طريق ان انا اهاير تيم يساعدني ويخليني اوصل اكتر ليكوا بكواليتي احسن وبكونتنت احسن وبافكار احسن. وده اكشلي اول فيديو على القناه يبقى قدامي حد جميل بيساعدني. حميد ممكن تقول باي باي للكاميرا؟ هاي للكاميرا. والله برضو يعني فكره انه ويبقى عندي، ما هو برضو النقطه الاولانيه ان انا بقيت بسافر عشان انفست في علاقات وانفست في صداقات بقى في ناس انا لما ببقى لوحدي متضايقه كنت الاول ما بقاش عندي حد اكلمه. مفيش من فكره السماعه هيبقى عندي صحابي ازاي وانا بتنطط من بلد لبلد كل 3 دقايق. لكن لما قعدت استقر شويه لا بقى عندي سبورت سيستم ام سوبر جريتفul فور. عندي كوميونتي اكشلي كمان لما بدات اعمل تريبس، وكان هكلمكم عنه في الاخر. الناس اللي مش متابعاني بره يوتيوب ان انا بدات اعمل تريبس واسافر مع ناس منكم، ناس عزيزه جدا على قلبي، وبقى اكشلي في ناس منهم صحابي جدا وناس شغاله معايا دلوقتي. بقى عندي ناس، عندي حاجات كتير ام بيلدينج عشان المساعده فعلا مهم. البني ادمين كائنات اجتماعيه، وحقيقه اي بليف ان احنا مخلوقين لبعض عشان نسبورت بعض. اذروايز الحياه يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي حلوه فيها. خلينيش اتكلم بقى. لو صعب عليكم تطلبوا المساعده وصعب عليكم تعبروا ان انتوا في حته وحشه او مش قادرين ان انتوا تعملوا حاجه معينه، طبيعي بجد طبيعي يعني. اي ريلي جسمي بقشعر وانا بقولها يعني. اي بليف انه مفيش حد يقدر يعمل كل حاجه و we need each other، مش حاجه عيب خالص. بناء بقى على كل الكلام ده يعني حابه طبعا اشكر الناس اللي متابعاني من day one، او الناس اللي متابعاني من اي داي والله في الدايز الكتير اللي انا كنت بنزل لكم فيها فيديوهات، وعديتوا كده على الاختلافات الكتير والابس اند داونز والاختفاء وعدم الاختفاء وكل الحاجات اللي انا مشيتكم معايا. ولسه طبعا اكيد هيبقى في حاجات تغيرات كتير، لان طول ما الواحد بيكبر بيغير حاجات، بيتغير وحاجات بتتغير يعني. اللي حابه بقى في لحظتي هذا من موقعي هذا حابه اكلمكم عن البلان بتاعتي. انتظروا بقى كونتنت بكواليتي احسن، افكار كرييتيف اكتر، فلوجز تاني زي ما كنت بعملها. انا مش هغير كل حاجه عشان انا حابه ده. وطبعا الحاجه الجديده اللي كنت لسه بقول لكم عليها تريبس بقى، يعني تقدروا ان انتوا دلوقتي تسافروا معايا. ولحد دلوقتي يمكن في 180 حد منكم سواء على يوتيوب، انستجرام، على يعني سوشيال ميديا سافروا معايا تريبس كتير، حوالي 14 مثلا تريب، واللي بقيت بستمتع بيها يمكن اكتر من اي رحله طلعتها لوحدي.
ولسه اكشلي جايه من واحده امبارح ايلاند هوبينج، عشان كده انا تعلم. وهبقى بنزل لكم بقى كل التفاصيل والحاجات اللي انا شغاله عليها الفتره الجايه. و اي ثينك كده تمام يا حميد. I think كده تمام. اقوم اجهز شنطتي بقى عشان عندي 26 ساعه سفر بكره للمكسيك. I'm very excited بصراحه المكسيك جدا. انتظروني ان شاء الله، هاجي مش هاجي زي المرات اللي فاتت. شكرا لحسن استماعكم، واشوفكم في البلد الجديده او الرحله الجايه. باي باي. Amazing. I love it. What the fuck.